السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. الامور ديالكم تكون مزيانه. اليوم غنشارك معكم احلى تحليه تصلح لهذا الصيف هذا، تحليه اللي هائله معروفه بالشمال، كيعملوها في الاعراس كيرافقوها مع الديسير، والمذاق ديالها اللي هو كيجي خيالي، وتقدري ديريها لضيافك لوليداتك راه كاع ما تحشمك، وكتجيب كميه اللي هي كبيره. اليوم غنشارك معاكم المقادير اللي هما جد بساطين، وتقدروا هاد المقادير اللي نعطيكم الا بغيتوا تعملوا اللوز معاهم تقدروا تعملوه. تجيبوا اللوز تحمروه شويه وطحنوه وتعملوه مع هذا الخليط حتى هو كيجي المذاق ديالو زويون، وكيجي هذاك فلو كيجي مرمل. ونعطيكم اخوتي دابا الوصفه عندي هنايا يطرو ديال هولالا، ديال الكريمه ديال الحلويات. تقدروا نتوما تعملوا اي نوع، انا عملت هنايا هولالا يطرو ديال الحليب، 3 المعالق ديال سنيده. الا كانت عندكم كريمه حلوه غتعملوا 3 المعالق ديال سنيده، كانت عندكم السوسه غتعملوا الكميه اللي هي اكثر بالنسبه للحلاوه، كل واحد والحلاوه اللي كيبغيها. عندي هنايا 4 ديال فلو ديال الشينوا، هذاك الزرق اللي معروف عندنا هنايا، ماشي الاخر. هذا الزرق هذا هو اللي كيصلح في هذا فلو هذا. عندي 4. عندي تما 3 المعالق ديال مايزينا حتى هي غادي نحتاجوها. صافي هنا خديت واحد الكاسرونه عملت فيها يطرو ديال هولالا، يطرو ديال الحليب، وخديت هذاك فلو غادي نعملو حتى هو كامل. هذوك 4 ديال الشاشيات غادي نحل كل وحده وغادي نديرهم حتى هما، وعاد نزيد عليهم سنيده ونزيد عليهم مايزينا، وغادي نخلطهم مزيان. هانتوما تشاهدوا. بالنسبه لهذا الخليط هذا، بالنسبه لهاد الكميه تقدروا تعملوها في شي كاسرونه كبيره اولا شي طنجره، باش من يبغي يفض لكم ما يفيدش لكم زعما على ربطه ولا شي حاجه. من الاحسن تعملوا شي حاجه شي طنجره تكون كبيره باش يجيكم هذاك الشيء ساهل وبزاف يطلع لكم هذا الخليط هذا. صافي هنا بعد ما عملت فلو زدت عليهم سنيده مايزينا. كيف ما قلت لكم بالنسبه للحلاوه كتبقى الحلاوه شحال ما بغيتو نتوما، ولكن الفلو هذا راه يعني اصلا هو كيكون حلو راه كيجي زوين. صافي هنايا بعد ما عملت هذوك المكونات كاملين غادي نخلطهم مزيان على هذا الشكل هذا. غادي نخلطهم مزيان حتى هذيك مايزينا ما كتبقاش عندنا مكركبه، كتذوب مع هذاك الحليب وهذاك هذوك السوائل. صافي غنشعل البوطه على نار مهيله وغنبقى نحرك حتى كيغلى لينا هذا الخليط هذا. ضروري من التحراك باش هذيك مايزينا ما كتلصقش ليكم في القاع ديال الكاسرونه على هذا الشكل هذا. وبالنسبه انا دابا غناخذ المول وغادي نعمل الكراميل. انا الكراميل ما صورتوش معاكم باش من نطولش عليكم الفيديو اللي هو يكون طويل بزاف. خديت مقله عملت فيها نص كاس ديال سنيده وشعلت على النار مهيله حتى دابت لي داك السنيده. ملي دابت ليا بقيت كنخلطها غير بشي معلقه باش السكر يذوب كامل. ملي دابت لي سنيده حطيتها في المول على هذا الشكل هذا. انا هذا المول هذا هو اللي غادي نعمله وغادي نعمل فيه الخليط باش كيجي حتى الديكور كيجي زويون. صافي هنايا بعد ما عملت هذاك الكراميل وسبيته في هذا المول، خليت المول حتى داكشي برد ليا مزيان في المول باش منين نبغي نكب الخليط هذاك الشيء ما يطلعش ليا الفوق كما شفتوا. صافي هنا الخليط ديالي راه وجد راه غلا. دابا غادي نبدا نديرو في المول ديالي. انا هنايا راني صفيته، تقدروا نتوما تصفيوه
تقدروا بلاش. انا حبيت نصفيه باش حتى الا بقاو ليا شي كواري ديال هذيك مايزينا بعد ما كيكونوا شطروفه ولا شي حاجه يتصفاو يبقاو ليا في هذيك الشبكه. صافي هنايا كيف ما شفتوا بديت كنهز بشويه وندير في الصفايه وداكشي كيتخوى في المول على هذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم راه تقدروا تاخذوا اللوز تحمروه شويه وطحنوه وتخلطوه وسط هذاك الخليط. بعد ما كتغلى لكم هذاك الخليط كيغلى كتهزوا داك اللوز كتكبوه كتخلطوه وكتكبوه عفوا في المول نيشان. راه كيجي حتى واحد المذاق كيجي زويون، مذاق اللي هو كيجي مرمل بزاف. وبالنسبه لهاد التحليه هذه قسما بالله انا درتها جاو عندي الضياف، يعني جاو عندي جوج طوابل قسما بالله درتها اليوم احماقوا عليها وما بقى لي حتى شي حاجه منها. انا كنسحب لي غتبقى لي منها زعما نديرها في الثلاجه ولا شي حاجه، ولكن ما بقى لي والو. حتى الا بقات شي حاجه قالوا لي زيدينا حتىش عجباتهم. وقلت ضروري نشارك مع هذا الفيديو نشاركه مع البنات باش حتى هما يديو فكره ويقدروا يجربوها. الا عندكم وليداتكم راه يحماقوا عليها. وكيف ما قلت لكم الا جاو عندك الضياف وبغيتي تكبري بهم ولا ديري لهم شي حاجه اللي هي زوينه، هاد الوصفه هذه غتحمر لك وجهك عفوا معاهم. صافي هنا خوتي انا عملت داكشي في المول كامل. جاتني داكشي جاني هو هذاك، بقى غير واحد نص كاس عملته يعني الخليط بقى لي شويه مت في واحد نص كاس درتو في الثلاجه. صافي خوتي بالنسبه لهاد التحليه هذه غتخليوها ليله كامله في الثلاجه بحال تعملوها في العشيه وتبات في الثلاجه باش كتشد راسها مزيان على خاطرها، وباش ملي كتبغي تكبيها في الطبق اللي غادي تقدمي به ما تلصق ليك ما حتى شي حاجه، وهي كتكون يعني شاده راسها مزيان على هذا الشكل هذا. وكيف ما قلت لكم ضروري تخليوها ليله كامله عاد تحطوها، يعني خصها تكون بارده. صافي هنايا بعد ما باتت ليله كامله خويتها في هاد الطبق هذا وزينتها بشويه ديال كاوكاو مهرمش. انا كنت غناخذ لوز ايفيلي ولكن ما كانش عندي متوفر. عملت هذا كاوكاو مهرمش ديته في المقله حمرته شويه وكبيته من الفوق على هذا الشكل هذا. وصدقوني راها كتجي كتحمق. انا راه حطيتها للضياف داكشي علاش ما قطعتهاش معاكم. وهذا خوتي هو الفيديو ديالنا. السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله.